تخيل كده أول ما تمسك مفتاح العربية كلبك فجأة بيتحول لكائن متحمس جدا، يجري عليك يهز ديله ويمكن يطلع يجري على العربية قبلك كمان. طب ليه الكلاب بتحب تركب العربية بالشكل ده؟ الموضوع مش صدفة، الموضوع وراه علم. أول سبب هو الربط، الكلب بيربط العربية بحاجات بيحبها زي الخروج، التمشية، اللعب، أو حتى زيارة أماكن جديدة، فبمجرد ما بيشوف العربية مخه بيقول أيوه دي مغامرة جاية. تاني سبب الفضول، الكلاب بطبيعتها كائنات بتحب تكتشف، والعربية بالنسبة لها تجربة مليانة روايح وأصوات جديدة. الهواء اللي داخل من الشباك مليان معلومات، معلومات فعلا، لأن حاسة الشم عند الكلاب أقوى بآلاف المرات من الإنسان، فكل مشوار بالنسبة له كأنه بيقرأ جريدة كبيرة عن العالم بره. بس مش كل الكلاب بتحب العربية، في كلاب بتتوتر أو تخاف، وده بيبقى غالبا بسبب تجربة وحشة قبل كده زي دكتور بيطري أو دوخة من الحركة. وهنا بقى يدخل العامل النفسي، لو أول تجربة كانت حلوة الكلب هيحب العربية، لو كانت سيئة ممكن يكرهها. كمان في سبب مهم جدا وهو إن الكلب بيحب يكون جنب صاحبه، فحتى لو مش فاهم هو رايح فين وجوده معاك في العربية بيخليه مبسوط وأمان. يعني الموضوع مش بس ركوب عربية، ده بالنسبة له خروج زائد استكشاف زائد وقت معاك في نفس اللحظة. وفي الآخر لو كلبك بيحب العربية فهو مش بس راكب، هو عايش مغامرة كاملة كل مرة.